سلام سلام بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ رمضان كريم بالصحه والسلامه. كل ما تمنيتو ان شاء الله يا ربي. سمحوا لي على الغيبه الصراحه بزاف، راكم عارفين ما الواحد المرض. المهم شحال من حاجه، ظروف وصافي. شكرا لكم بزاف الناس اللي يسولوا فيا في الانستغرام، يعني اللي يقولوا لي ميساج، اللي يكتبوا لي ميساج فينك ما بقيتيش تصوري، ما بقيتيش تحطي فيديوهات في اليوتيوب. ايوا البنات شجعوني شويه، بارطاجيو. هنايا صورت معكم هكا الطبيله د الفطور ديالي، وهاد الجليليبه الصراحه اللي زوينه اكثر من رائعه. عجبتني بزاف وقلت راه نشاركها معكم، يعني نوريكم الديتاي كي دايره وكيفاش مخدومه. الصراحه الطرز كيف داير والفصاله وهذا الصراحه واعره. دونك فوالا البنات، ما تنساوش تشجعوني وتشاركوا الفيديو مع الناس اللي اتعرفوا باش تشجعوني ونقدر نصور اكثر. اليوم غادي نشارك معكم واحد الطريقه نتاع سلو صحيه وزوينه. خليكم فين ما معايا في الفيديو، ما تمشيو فين. انا غادي نشرح لكم. دونك احنا دخلنا الكوزينه البنات، غادي نوجد، انا معطله في الصفوف، يلا غادي نوجدو الصراحه بواحد الطريقه صحيه. خليكم مع الفيديو، غنوريكم الطريقه كامله شارح نفسه. هنا البنات غادي نحمروا الطحين نتاع الشعير والطحين نتاع الزرع مخلط. عندي هنا ما كاملاش كيلو، هكا 800 غرام و700، المهم ما كاملاش كيلو. ونحمروا ونبقاو حاضين معاها البنات، يعني ما نحرقوهش كاع. دابا ندوزو المقادير من بعد ما تحمر. البنات باش نصاوبوا سليلو صحي، عندي هنا الدقيق ما دوش على الحاله حقاش الطحين غربلته. عندي هنا الدقيق هكا حمرته اللون بني يجي على هذا الشكل هذا. مخلط النص نتاع الشعير مطحون والنص نتاع الطحين نتاع الزرع. عندي هنا الزنجلان طحنته على هذه الطريقه هذه، يجي شويه لين. وعندي السكر البني زلافه، عندكم ميزانكم. انا هنا درت تقريبا كيلو الطحين، ما كاملاش كيلو، يكون هكا 800 غرام ولا. وهذا السكر البني كيف تشوفوا مطحون حتى هو، ما درتش السكر الابيض باش يجينا صحي اكثر. وهنا عندنا هنا تقريبا اون فادير نص كاس نتاع اتاي. هاد العسل الحر، هادشي اللي بقى ليا البنات، هذاك الشيء عندي. اللي عندكم كثار ديروا حتى كاس د العسل. وعندي هنا اللوز محمر بالقشور ديالو، طحنته حتى ولا لنا على شكل الزبده. وعندي هنا خليت منه شويه هرمشته. وموسكاد، غندير معلقه صغيره نتاع الموسكاد مولا، يعني الكوزه. وغندير اوسي القرفه، غندير معلقه د القرفه. وفوالا، وغادي نجمع بالزيت ديال العود. وعندي هنا النافع، ها هو مطحون غبره معلقه كبيره. وحاجه وحده البنات انا ما عنديش، ما بقات لياش، المهم ما درتهاش، نتوما ديروها. تعطي واحد البنه زوينه، حبه حلاوه حتى هي معلقه كبيره. ولا عندكم المسكه الحره حتى هي زيدوا هكا معلقه صغيره. دونك غادي نجمع اول حاجه داكشي الناشف هكا، بسم الله. السكر، غادي نخلطو هادشي. المهم غنخلط نولي معكم. دونك هنا ضفت كلشي البنات، حتى العسل ضفتها كلها. دابا غادي نخلط هاد الخليط، واللي بقى عليه الزيت على حسب، يعني الا بقى خاصو بغيتو على حسب الطريقه اللي بغيت بها سلو انا. الا بغيتو يكون معلك بحال هكا نزيدو الزيت، هذا راه غير اللوز البنات ولا هكا زبده. بغيتو يبقى مرمل، المهم على حسب التعليكه نتوما اللي بغيتو. دونك فوالا البنات انا جمعته على هكا، يعني تقدروا تجمعوه، تقدروا
دهاتكو اكثر من هكا يعني. بصح انا يعجبني هاد الشكل باي جمالي على هاد الخليط بحال هكا، ما يبقاش مفرتات ولا هكا مرمل. يعجبني بحال هكا. وهاد البنات يعني تقدروا ديروه حتى بريستيج، يعني بواحد الطريقه مثلا ديروه في شي مول صغير هكا مربع بالشوكولا، يجي واعر البنات. وتقدروا شحال من حاجه، يعني شحال من ديكور في لي مول ولا المهم اللي بغاتك الطريقات يعني تقدري ديري على بريستيج هكا يجي واعر. دابا غادي ندوزو نشارك معكم داكشي اللي وصلني من المغرب. دونك فوالا. نوصلتني واحد المقيله من وجد، ماشي من وجد زعما غير المقله نتاع وجده. هادشي جاني من الرباط. الصراحه زوينه هاد المقيله. دونك غادي نجربها واش تجي لي فوق البوطه ولا لا. وانا راكم عارفين شويه د العطريه، شويه د الشباكيه، شويه لي غاتو، كل حاجه منها شويه وصافي. راكم عارفين باش نقلعوا وحش البلاد. المهم اي حاجه جاتنا من البلاد راه زينه. خصوصا العطريه البنات، ما عرفت العطريه مغايره بزاف. يعني واخا تشري العطريه من هنا ما عرفت تجيني فيها لا مذاق لا بنه لا حتى حاجه. ود المغرب زوينه، خصوصا ما تمشي عند العطار ويطحنها لك هو يعني. وانتي تبقى تشوفي يعني حداه هو يطحن. هنا شويه الصابلي، هنا الصابلي البنات العادي سامبل نتاع الطحين. راكم عارفين انا من عشاق الحلوى نتاع قصدك العاديه السامبل ديال الطحين، هذا عجبني بزاف. ولا الزنجلان ولا هكا. ايوا صافي راكم عارفين. وشويه تاع الفقاص واقيل. وانت الفقاص غادي نوري لكم هذا الفقاص البنات، ما شهيتكم فيه شحال بنين ومحمر، يعني غزال وصحي. الحاجه اللي تكون محمره بحال هكا وفيها الزرارة، فيها اللوز المهم تحسي بالمذاق هكا، فيها النافع، فيها كل شيء. تحسي بالمذاق نتاع الزرارة ويجي زوين وبنين. وشويه راكم عارفين شويه الدعمه، شويه هادو يجيو زوينين البنات يعني في الطياب. وهذا مثلا هذه نتاع السمن ديريها في الحريره تعطي واحد المذاق زويون. دونك فوالا على حسب الدجاج. ايوا. وضروري من الكيس، ضروري من الكيس ديال المغرب، الحمام المغرب يا اختي. ايوا صافي هذا ما كان. المهم وشويه د الحمص وشويه، المهم كل حاجه صيفطت لي منها خالتي الله يطول في عمرها. وشنو من يعني من هنا نقولها شكرا بزاف، يعني تفكرتني. واحد غير يتفكرك هكا بحوايج بساط ولا خصوصا تجيك شي حاجه والله العظيم ما تفرحي بزاف. شوفوا مسكينه الحمص صيفطت لي منه شويه. المهم شكرا بزاف. هذا الزيتون وقيله الزيتون. دونك فوالا البنات، يعني مع هادشي ما كان. ونقول لكم شكرا بزاف الناس اللي عاوتاني نولي نشكركم واخا بالنسبه قليله. المهم انا بالنسبه ليا راه يعني واخا قليله بالنسبه ليا شي حاجه كبيره. الناس اللي يسولوا واخا قلال اللي يسولوا فيك ولا اللي تقولي كاين الناس واخا كما تشوفيش مشاهده ولا هذا، تقولي كاين الناس هانتوما البنات شوفوا تم الفي صيفطتها لي في الطاسه. حقاش انا من عشاق ملفي د المغرب. ما عجبنيش هذيك نتاع هنا ولا هذا اللي يكون فيه داك الكريمه بيضه غليظه. هذا عجبني نتاع المغرب. ادحمقني الصراحه. ما عرفت تجيني فيها ذكريات نتاع الصغر. ملي كنا صغار كنا نمشيو للحانوت. ما عرفت دابا شحال دير مع كل شيء غلا كل شيء زاد. كنت نشريها درهم الوحده. دونك فوالا هادشي ما كاين. والشباكيه يا اختي والبريوات، ايوا ضروري من بريوات. ايوا من هنا نقول لكم وصلنا لنهايه الفيديو، ونقول لكم فيديو جاي ان شاء الله. وشكرا لكم وابيانتو ان شاء الله. ما تنسونيش من لايك، واللي ما مشتركش في القناه يشترك ونبارطاجي الفيديو. ابيانتو.